يا أهلاً وسهلاً بيكم في فيديو جديد، ومعاكم محمد سامي من قناتكم لحظة حسم. النهاردة هنتكلم عن مهارة أساسية جداً ومفتاح سحري لأي تغيير حقيقي في حياتنا، فن بناء العادات الجديدة. إزاي تخلي العادة جزء من شخصيتك وتعملها تلقائياً. كلنا عندنا أهداف نفسنا نوصل لها، عايزين نقرأ كتب أكتر، نتعلم مهارة جديدة، نخس وزن، أو نكون أكتر إنتاجية في شغلنا. لكن للأسف بنبدأ بحماس كبير، وبعد كام يوم الحماس بيقل وبنرجع لنفس الروتين القديم وبنحس إن إرادتنا ضعيفة. الحقيقة إن الموضوع مش ضعف إرادة، الموضوع هو إننا بنعتمد على الحماس، وده وقود بيخلص. العادات هي اللي بتصنع النجاح، لأنها أفعال بنعملها بشكل آلي تقريباً من غير تفكير. تخيل لو مش محتاج تبذل مجهود عشان تروح الجيم أو تقرأ كتاب، هي مجرد حاجة بتعملها. ده بيوفر عليك طاقة ذهنية كبيرة جدا وبيضمن لك إنك ماشي في الطريق الصح. في الفيديو ده مش بس هنقنعك بأهمية بناء العادات، لكن كمان هنفهمك المبادئ العلمية ورا تشكيل العادات، وهنشاركك خطوات عملية وبسيطة جدا تقدر تطبقها من النهاردة عشان تبني أي عادة جديدة وتخليها جزء من هويتك من غير ما تعتمد على الإرادة وتوصل لأهدافك في النهاية. يلا بينا نكتشف فن بناء العادات الجديدة. ليه بناء العادات مهم جدا لتحقيق أهدافك؟ القوة الخفية للعادات بتحرر طاقتك الذهنية. العادات بتحول الأفعال من مجهود واعي لعمل تلقائي، وده بيوفر على دماغك طاقة كبيرة ممكن تستخدمها في حاجات أهم زي حل المشاكل والإبداع. بتصنع نجاح متراكم. التغييرات البسيطة واليومية في عاداتك بتعمل تأثير تراكمي ضخم على المدى الطويل، زي فكرة إن كل يوم تقرأ صفحة واحدة من كتاب، بعد سنة هتكون قريت كتابين أو 3. بتجعلك أكتر انضباطاً. لما بتبني عادات صحية، ده بيقوي عضلات الانضباط عندك وبيخليك قادر تتحكم في تصرفاتك بشكل أفضل. بتغير هويتك. مع كل عادة جديدة بتبنيها، أنت بتغير جزء من هويتك. بتبطل تقول أنا عايز أكون رياضي، وبتصبح فعلاً أنا شخص رياضي. خطوات عملية ومبادئ علمية لبناء أي عادة جديدة. الخطوة الأولى: ابدأ صغيراً جداً، make it obvious وeasy. ما تتحمسش زيادة عن اللزوم. القاعدة الأولى: خلي العادة سهلة لدرجة مستحيل ترفضها. الهدف مش الوصول للنتيجة في الأول، الهدف هو بناء الاستمرارية. مثال: بدل ما تقول هقرأ نص ساعة كل يوم، قول هقرأ صفحة واحدة. بدل هلعب رياضة ساعة كل يوم، قول هلبس هدوم الجيم وهعمل 10 عدات ضغط. الخطوة التانية: اربط العادة الجديدة بعادة قديمة، habit stacking. المخ بيحب الروتين، استغل ده لصالحك. اربط العادة الجديدة بعادة قديمة بتعملها بالفعل، ده بيخلق لك مؤشر كيو تلقائي للعادة الجديدة. مثال: بعد ما اصحى من النوم واغسل وشي، عادة قديمة، هعمل 5 دقايق تأمل، عادة جديدة. أو بعد ما اخلص قهوة الصباح، عادة قديمة، هقرأ صفحة من كتاب، عادة جديدة. الخطوة الثالثة: خلي العادة جذابة وممتعة، make it attractive. اربط العادة الجديدة بشيء بتحبه عشان المخ يربطها بمكافأة reward ويشجعك عليها. مثال: اسمع البودكاست المفضل ليك فقط وانت بتمشي. اتفرج على مسلسلك المفضل فقط وانت بتعمل رياضة على جهاز المشي. الخطوة الرابعة: تابع تقدمك وخطط للانتكاسة، track progress و plan for slips. استخدم تقويم أو تطبيق لتسجيل العادة كل يوم. رؤية الخط The Streak بتديك دافع كبير إنك ما تكسرهوش. الأهم هو إنك ما تتضايقش لو يوم وقعت، لأن الانتكاسة جزء من العملية. خطط مسبقاً للانتكاسة، لو فوتت يوم هرجع أكمل تاني يوم على طول. الخطوة الخامسة: غير هويتك، become the person. دي أهم خطوة. الهدف مش إنك تعمل العادة، الهدف إنك تصبح الشخص اللي العادة دي جزء من حياته. مثال: بدل ما تقول أنا عايز أكون رياضي، قول أنا شخص رياضي. بدل أنا عايز أقرأ أكتر، قول أنا قارئ. كل مرة بتعمل فيها العادة، أنت بتصوت للشخص اللي نفسك تكونه. الخلاصة: العادات هي مفتاحك لتغيير حقيقي ودائم. تذكر، بناء العادات مش سباق، هو تراكم. ابدأ صغيراً جداً، كن متسقاً، وادمج العادة في حياتك لحد ما تصبح جزءاً من شخصيتك. التغيير الضخم بيبدأ بخطوات صغيرة جداً.
يا رب يكون الفيديو ده ألهمكم وبدأ يفتح أفكار جديدة. شاركونا في التعليقات إيه أول عادة صغيرة هتبدأ تبنيها من النهاردة، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. أشوفكم على خير.